مصر بتصدر الفوسفات بتاعها خام، بتصدر سنويا 4 مليون طن فوسفات خام. تاخد منهم كام؟ المفروض اصدر اخد فلوس ولا اصدر وما اخدش؟ بتاخد منهم كام حضرتك؟ بتدفع عليهم، خد بال حضرتك، بتدفع عليهم تاني، بتدفع عليهم 80 مليون دولار. يعني اصدر له الفوسفات وادفع عليه 80 مليون دولار من جيبي. هتقول صلاح مجنون بيقول كلام فارغ. لا حضرتك، الفوسفات بيتصدر مجموعه شركات خاصه وشركات شركه واحده حكوميه، بيصدروا الفوسفات من 8 ل 10 دولار للطن، ياخد من صندوق دعم الصادرات 20 دولار على الطن، فبقى انا طلعت 4 مليون طن وخدت عليهم من الدوله 80 مليون دولار. بص يا ريس، 4 مليون طن بصدرهم فوسفات، وبصدر الغاز الطبيعي بتاعي خام. يعني انا بصدر فوسفات خام وبصدر الغاز الطبيعي بتاعي خام. معظمه يروح للاردن يجوزوهم لبعض، استورد من هناك مواد ازوتيه اللي هو خام زائد غاز ب 3.2 مليار دولار سنويا. طب انا بصدر من عندي ده خام وبصدر الغاز بتاعي خام. مصر بتصدر سنويا يا سيدي الفاضل 18 مليار متر مكعب خام، قيمتهم 1.8 مليار دولار. معنى كده ان المتر المكعب ب 10 سنت، ال 10 سنت لو كانوا ب 60 قرش النهارده بقوا ب 80 قرش، كلام محترم. بتاخده بكام مصر؟ تشتريه من الشريك بتاعها اللي في قلب البير المصري اللي موجود، المتر المكعب ب 3 دولار. اشتريه ب3 عشان اصدره ب 10 سنت، الا اذا كنت انا راجل مغيب وراجل خام. خام ده معناها راجل، ما هو الدوله اللي تصدر منتجاتها خام يا سيدي الفاضل دوله عقول مسؤوليها ناس خام زي فيلم كده اسماعيل ياسين وهو جاي من العتبه، الراجل لقطه وباع له بتاع العماره وخد فلوسه وجري. ده ناس خام، ده ناس بتفكر، ده واحد خام. اصدر انا المنتج بتاعي خام واشتريه من اللي جنبي ب 600 ضعف المبلغ اللي انا بصدره بيه، الا اذا كنت انا راجل خام. 22 مليار دولار اللي مصر بتصدر بيهم بالمناسبه كلهم خام، قطن خام، بترول خام، غاز خام، فوسفات خام، رمل خام. بمناسبه الرمل، كان النهارده في مفروض مؤتمر لتنميه جنوب خليج السويس وغرب خليج السويس وخلافه. مصر فيها رمل موجود، رمل زجاجي في وسط سيناء. وادي السيليكون في غرب الولايات المتحده الامريكيه اللي قاعده بتتنطط بيه درجه نقاء السيليكون هناك 69%. عند حضرتك هنا في سينا 98.5%. مصر بتصدر الرمل بالخام لان احنا ناس خام بالطن كده، الطن ب 12 دولار ل3 دول، ايطاليا وتركيا واسرائيل. يخشوا 3 مراحل. المرحله الاولى يغسل علشان يفصل ال1.5 عن ال98.5. لما تخش المكنه ويغسل، وبالمناسبه المكنه دي زي مكنه غسيل العربيه في محطه البنزين كده، يخش يغسله يطلعه من الناحيه الثانيه نشتريه احنا رمل زجاجي طالع من الطن ب 230 دولار اللي احنا مديهوله ب 12 دولار. فانا سالت قلت المكنه دي ممكن تكون 2-3 مليار حاجه جامده يعني 2 مليون دولار. طب انا خدت الرمل دوت اعمله ازاز زي ده حضرتك، الطن يطلع لي منتجات زجاجيه زي ده ب 2000 دولار. طب مش هعمله ازاز وهعمله شرايح سيليكون للكمبيوتر واخدها من اسرائيل، الطن يطلع منتجات ب 23,000 دولار. والارقام اللي بقول لحضرتك عليها لا يستطيع احد داخل جمهوريه مصر العربيه ان يكذب فيها رقم واحد. يبقى انا راجل خام ببيع الرمل بتاعي ب 12 دولار للطن، استورد منه منتجات من الطن 23,000 دولار.